لو جالك سؤال زي ده وتخيرتي ما بين انك تكوني غنية ومعاكي فلوس الدنيا كلها او سعيدة ومرتاحة من غير ما يبقى معاكي ثروة، يا ترى تختاري ايه؟ السؤال شكله بسيط جدا لكنه في الحقيقة عميق جدا، لان كل اختيار فيهم وراه معنى كبير. الفلوس وسيلة مهمة في حياتنا، بتفتح ابواب كتير وبتخليكي تشتري اللي محتاجاه من غير ما تفكري 1000 مرة. تقدري تعلمي اولادك تعليم كويس وتعيشي في بيت حلو وتسافري وتشتري لبسك اللي بتحبيه. باختصار الفلوس بتسهل حاجات كتير جدا، لكن السؤال الفلوس لوحدها يا ترى كافية علشان تخلينا مبسوطين من جوه؟ الحقيقة لا، في ناس معاهم ملايين بس عايشين في قلق وضغط ومش حاسين بطعم الراحة. السعادة شعور داخلي مش مربوط برقم في البنك. ممكن تبقى مع شخص بسيط جدا لكن قلبه مليان رضا وبيضحك من قلبه وبينام وهو مرتاح البال. السعادة مش معناها غياب المشاكل، لكنها معناها ان عندك قوة او رضا يخليكي تتجاوزي اي حاجة. لو هتقارني من اتنين، فالغنى بيديكي امكانيات، السعادة تديك راحة بال. الغنى يفتح لك ابواب الحياة، السعادة تخليكي تستمتعي بكل باب اتفتح. لو هتختاري ومجبرة تختاري بين الاتنين، لانك ممكن تكوني سعيدة من غير فلوس كتير لكن صعب تبقى غنية مش سعيدة وتلاقي طعم الحياة. لكن لو توفروا الاتنين يبقى خير وبركة. والاجمل من كده انك ممكن تسعي انك توازني بينهم، يعني تشتغلي وتوفري وتكبري دخلك بس من غير ما تخسري راحتك ورضاكي. اسألي نفسك ايه قيمة الغنى من غير قلب مرتاح، وايه قيمة السعادة من غير محاولة لتحسين حياتك. التوازن هو السر، لكن لو مضطر تختاري فاختاري تكوني سعيدة.